تحية سيد المندوب إذا كنتي قاعة كل مرة يعني تلبى رمضان ديال الاجتماعات، وتشكر الإخوان الماريكان اللي حضر، وتشكر المكتب المسير لفريق الحسنية في المجهودات ديالك يعني رغم التصل الإكراهات ولكن استضحيات مرة نتغلب مرة الأولى متاعب الصعاب انت في طيلة الموسم، ولهذا باش نسوي شي الطاس لان طاس الحوايج باش نبقى ديال الرياضه ديال الاقليم النظار تاع نسيس مشاريع كرة القدم جميع الرياضه النظار باش كل موسم الحمد لله سنجتنا في الجوالات من المكتب المسير وعلى الاخوان الغيورين في الفريق اللي كيسيتوا قدام سواء ماديا معنويا. نشكر الجميع وتشكر المكتب المسير ما باش نغيكسي في العاتق الناس يعني الهم الفرقيه اللي نزيد تبقي معاك تعيش التيراب سجل بنسن وقت نسن سكورشي نسن باش يجي مجموعه من الشباب على الاقل تقيم تعيش دي رياضيه وتنحال في الشباب باش تفرق رياضه تقيم النطاق ديال نطاقنا الرياضه. والحمد لله نمشي ندوى المهمه باش نقرر دار شي ولي جن نحاجف نتكيت الى الرياضه وحنسينا غيجمعنا غير النغ في مجموعه الشباب اللي تولى الاقليمه يعني ولادي الجواسيتي فوس نس باش نعاون. الحمد لله فين المكتبه الفرقيه الحسنيه يتحاصل يجيب الناس يتحاصل وقت الناس يداك الشباب يتعاوني فين ديال الوقت اللي هو غنغدا يجي حاجه مدينه النظار تشجع باش تبدا الرياضه لان ما كنعقب غير البنيه التحتيه حتى في والو ما راه كنعقب غير مجموعه من الانشطه تقنتي شي تنظيم الزيارة تقنتي الشبيبه اللي ثاني تغادي المسرح نشيط تغادي انت لعب القوى تغادي انت مجلس قناه تصنع حوايج موسيقى تغادي انت تصنع حوايج تقنت الزمان ديال المندوبيه يا فلسفه تصنع نيوذان وحني بجن ولكن نهار انتفت مجرد بنايه وحدث البنايه بنايه مهجوره قد ثانيتاتي من عايج المسافه تمقرن تماطوات وتزست نفع الاقليم ولا زوج حاجه نمشي نتاسس في منايا ونمشي نعقب يجمر نظميت يعني نعقب الولاديه تعيش نشي كره القدم قبل نغزر الملعب غنغدي الاقليم ثانيتاتي الملعب مثلا هاد السلحي القاع هذا السيدي لقى نتمارس كره القدم ديال الاقليم النظار لان الملعب هو يتساعد شباشة ديال كره القدم ما شفتو غيجن الوقت ورغم المجهود المتاعب مره الى ان المكتب الحمد لله الفريق الحسني يسيقوا على الناس مره المشاكل وتجد التحيه طمقرانت وتشكر الاخوان كيدير الطاس في المجهودات يتقن لان باش ندير الوقت قليل ماني غادا دير الاقليمه وغيفكر يجن ويجيبوا الناس بينما المكتب الحسنيه يفكر ديال الطاس من ودان وتجيبوا الناس الشيء ديال المكتب الحسني الفرقيه الحسنيه واخدين من المغرب ديال كره القدم ولا المس شمالنا ولا المس خالدنا ولا المس العزيزين ولا المكتبه ملي كمل بلدي نظام الشعب النظار المكتب يبدا كيسر يتفكفوا سنسن يتعاون يفهم الحمد لله يا زمان اقتصاد بين الطاوين يعني الخاله وتمني سواء نمشي نقيم ديال المكتبه او لا بعد الزايس هذه سو غيسين عاود مشعله هذه صغير ما باش نتبين الشين وان شاء الله تمني غير الفرقيه تعيش وتقيم وتروح غير هكواج وتشكرك اليوم مره وتشكر المكتب المسير وتشكر مره ويتبدل لك الفرقايه وتشغل الكلمه سيزياني باش هذا يمشي هذا وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. التقرير الأدبي لجمعية الحسنية الرياضية فرع كرة القدم برسم سنة 2012-2013. في البداية أتوجه بالترحيب الدائم بالسادة الحاضرين الكرام وأشكرهم جزيل الشكر على تلبية دعوة الجمعية وتوجه بالشكر الخالص والخاص إلى جميع المنابر الإعلامية الإلكترونية التي واكبت مساندة هذه الفريق عبر تغطية مختلف مباريات الفريق
وفي جميع المراحل، وكان السند القوي الذي أدى بالفريق إلى تحقيق النتائج المهمة والتي يعرفها الجميع، ونثمن موافقها المساندة وتغطيتها لأنشطة الفريق أثناء وقبل وبعد كل المباريات. وكان ذلك الأثر الطيب على النتائج التي حصل عليها الفريق. كما أتوجه بالشكر الخالص إلى السيد مندوب وزارة الشباب والرياضة الذي ما نجده دائما إلى جانبنا، ومكتبه مفتوح في وجه جمعيات الرياضية وفي كل الأوقات. كما جرت العادة، وبعد كل نهاية الموسم الرياضي ينعقد الجمع العام العادي لقراءة التقرير الأدبي برسم السنة المنصرمة ومناقشته، وذلك طبقا للمادة 8 من القانون الأساسي للجمعية. وكما لا يخفي على الإخوة الكرام إن فريق الحسنية الرياضية فرع كرة القدم يعد من أفضل فرق العصبة، وهذا لم يأتي من فراغ، بل بعد تضافر مجهودات الجميع المسيرين ومنخرطين ومحبين كل حسب مهامته. والدليل أن الفريق احتل المرتبة الثالثة في ترتيب بطولة شرق الشمال لكرة القدم، وذلك طبعا بعد إصرار كل اللاعبين الذين أبانوا عن مهارات عالية في الدفاع عن ألوان الفريق. وكان أمل تحقيق الصعود قبل قوسين أو أدنى، ولولا بعض التعثرات القاتلة والمؤامرات الذنيئة من طرف بعض مرضى النفوس الذين يسيرون إحدى الفرق المنافسة، والذين حاولوا النيل من عزيمة الفريق لأنه الوحيد الذي تهابه كل الفرق المنافسة وتحسبا له ألف حساب، حتى وصل الأمر ببعض القائمين على شؤون نفس الفريق أن قال بأن صعود فريقه إلى مباراة صد رهين بالفوز على فريق الحسنية. وهذا راجع بالأساس إلى غيرة كل اللاعبين على الدفاع عن ألوان الفريق والتصدي لكل من سولت له نفسه الإساءة للمكونات التي بقيت متماسكة رغم كل العواصف التي مرت به. ولا أحتاج أن أذكر الحضور الكريم أن رغم قلة الإمكانيات على من مختلف الأصعدة بما في ذلك التشجيعات الكافية وعدم وجود محتضى القار وانعدام الحافل الخاصة بالتنقلات، وقد ضحى الكثير من المحبين والمشجعين بأوقاتهم والتزاما من أجل التنقل بسياراتهم مع اللاعبين وأعضاء المكتب. وقد تمكن الفريق من احتلال الرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة لمجموعة الشمال في القسم الأول عصبة ب4 هزائم و7 تعادلات و11 انتصار، ولم يتلقى الفريق بأي هزيمة خلال الدور الإياب، وذلك يدل على قوته والمستوى الجيد الذي يتمتع به اللاعبون الذين يستحقون اللعب في فرق من مستوى عال لولا أتيحت لهم الفرصة. رغم الإمكانيات المتواضعة وانعدام البنية التحتية والملاعب المشجعة للممارسة لاعب كرة القدم ووجود ملعب واحد لا يرقى إلى الملاعب التي تنتج المواهب الرياضية وتلعب فيه جميع الفرق المختلف فئاتها، فقد حقق هذا الفريق في ظرف وجيز لا يتعدى 5 سنوات على تأسيسه ما لم تحققه فرق ذات تاريخ طويل، إذ كان الصعود إلى القسم الأول عصبة في أول موسم له، وفي العام الموالي احتل المرتبة الأولى لولا النسبة الخاصة للعب بمباراة السد، وفي الموسم الثالث احتل المرتبة الثانية في البطولة، وفي عامه الرابع لعب مباراة السد الذي لم يحاربه الحظ في اجتيازه، وفي عامه الخامس احتل الرتبة الثالثة، مما يدل على قوته وانضباطه، مما جعل مجموعة من اللاعبين في فرق أخرى يتمنى اللعب ضمن تشكيلة الفريق، وهذا بفضل تضحية المكتب المسير وتعامله بكل شفافية وصدق مع الجميع، إضافة إلى تفاهم وتضامن كل اللاعبين فيما بينهم. وإذا يغتنم هذه الفرصة لأذكر المدعوين بأن الفريق قد استفاد بمنحة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل اقتناء الحافلة التي ستخفف العبء الكبير الذي تحملناه لأكثر من 4 مواسم. كما أعبر لكل
الحاضرين عن متمنيات الصادقة بمواصلة مشوار بقية الأخي بهذا الفريق إلى المنافسات الوطنية الكبرى. وأذكر بأن فريقنا لعب ضمن مجموعة الشمال والتي تضم أحسن فرق المنافسة على صعيد العصبة بل والجهة الشرقية ككل. ولا أزيد إذا قلت بأن جميع الفرق المنافسة تشهد بأن فريق الحسنية أحسن فريق في المجموعة ويستحق الصعود إلى القسم الموالي بعزم التنافس الشريف. وبهذه المناسبة أذكر الحضور الكريم بأن جميع اللاعبين يحثهم الأمل من أجل بذل مجهودات أكثر وتفادي بعض الأخطاء والانطلاق من أول مباراة إن شاء الله حتى نكون في مستوى الجمهور الرياضي والمنافسة على تحقيق هذا الصعود. كما أن الأمل الذي كان يراه الجميع ومنذ تأسيس هذه الجمعية يتمثل في الاهتمام بالفئات الصغرى وتكوين الشباب، إلا أن الصعوبات المادية التي كانت ولا تزال تقف حجز عذري في وجه هذا الفريق حال دون ذلك. وفي الختام أفتح باب المناقشة لهذا التقرير في انتظار المصادقة عليه. ولكم مني ومن جمعية أعضاء المكتب أفضل التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.